الجمارك ما قالوا لك مشكلة؟ دخلت بجوازك؟ جوازك تاخذ ورقه العلمي انك بالسيكل ودخلت الامارات الان. اي دخل. ناظرت للساعة وانصدمت. فهد جايني 11 يوم اصوركم اول صورة، توقعت نص ساعة اخذ كل علومه. تخيلوا عمال نظافة يطردونه، يبي يحاول ينام معهم، صرفوه ما معه فلوس، معاه 55 ريال. ثاني يوم شعر مليون دخل بسيكله ومع محمد بن زايد، ومن 300 ريال سلف من باكستاني إلى 19 مليون، إلى مقابلة الملك سلمان، إلى مقابلة محمد بن سلمان، ومن طيحة قليب إلى محاولة ذهاب للبحرين سباحة ومسكوه خفر السواحل، إلى الدوريات يوقفون الشوارع عشان يمر بسيكله. قالوا له خبل، قالوا له مجنون، قالوا تضيع وقتك تضيع مستقبلك، إلى بطل شجاع مجالس ملوك. من محاولة دخول نادي النصر السكرتي يمنع يدخل راسه مع الحديد، إلى رئيس النادي يتقهوى بجنب شاهي وبطاقة VIP. هذه مقتطفات بسيطة من ال4 ساعات اللي متشوقين ومشدود أعصابنا نسمع قصة نجاح فهد. شوفوا فهد. يا هلا بأخوي فهد اليحيى. يا مرحبا. سفير أبطال الحد الجنوبي، راح من الرياض إلى نجران بالدراجة. طيب غير سفير الأبطال الحد الجنوبي، سفير ليش؟ سفير جمعية إنسان لعام 2017 في المملكة. وبعد؟ سفير مدينة الملك سعود الطبية في الرياض. ما شاء الله. هذه الشهادة، هذه سفير أبطال سفير الحد الجنوبي، منحنيها قوة نجران في رحلة الحد الجنوبي. خلينا نوريكم كيف استقبلوه هناك. كذا صاروا يستقبلونه، اللي قالوا انه يضيع مستقبله. موكب غير الشعب. ولما يروح المكان شوفوا القيادات، شوفوا الموكب اللي يمشي معاه، كل القيادات يستقبلونه ويوقفون الشوارع عشان يمر فهد. شوف تسمعون بالإصرار والعزيمة، هنا فهد طبقه فعل. نبغى نبدأ معاك، ما نقدر نقول كل شيء بس نبغى البداية. أبشر. البداية الشطحة بالتفكير هذه بعمر كم؟ تقريبا في ثاني متوسط. بدأت الشطحة. بدأت حب الصنع المستحيل. شيء غريب. كنت تحب يقارنونك بغيرك؟ انه انت خلك زي فلان زي فلان؟ ابدا، اكره الشيء هذا. تبغى تنفرد؟ انا فئة غير، يعني ابغى اصنع شخصيتي الحالي. نبدأ بأول محاولة، أول سلم النجاح، الناس يسمونها فشل، وش كانت؟ اللي هي إني أسافر على زلاجات. طلعت من بيتنا للمزرعة 40 كيلو وصدع راسي من الخرسانة وغيرت الفكرة. وش الزلاجات يعني كيف؟ اللي هي وانت بكرامة الكنادر اللي فيها كافرات. 40 كيلو؟ 40 كيلو أول تجربة. وين كنت ناوي بعدها؟ كنت ناوي بعدها من الدوادمي لندن. لكن مستحيل إني يوفرون لي زفلت ناعم زي طريق الملك فهد من الدوادمي لندن، فغيرت الفكرة. طيب الفكرة اللي بعدها الفكرة اللي بعدها فكرت اني اطبح من اعلى شاخ في البلد بدون وسائل سلامة، وطبحت في قليب ارتفاع 16 متر الفضاء والمويه 5 متر. طحت. النتيجة وش كانت؟ طحت؟ طحت من 16 متر، جاني شعر بعمود الفقري، انكسر ضلعين صدري، انكسر فكي، انكسرت يدي اليسرى، ركبوا فيها صيخ. ترى هذه ماسكة الضحك انا. وخلاص وقفت؟ لا بعدها. ليش ما وقفت خلاص؟ وغيرت المجال. ما في يأس؟ لا. المرحلة اللي بعدها انتقلت للدمام. ليش؟ لأن الوالد الله يطول عمره قال ينقلوا للدمام، يتغير بيئة الناس اللي حوله لعله يعني يعقب. يعني حلو، رحت للدمام، ايش صار بالدمام؟ انت الفكر اصلا كله انتقل للدمام، وقاعد اخوي يفرجنا هذه الخبراء الدمام هذا الظهران، وكنت انا ما اعرف شيء يعني كثير في طيب النتيجة اني فكرت اقطع من دولة لدولة سباحة، من الخبر للبحرين. قطعت 9 كيلو تقريبا، ورجعوني خفر السواحل 10:30 بالليل، من 4:30 انطلقت. كنت ناوي تروح البحرين سباحة؟ هذا كان الهدف، او انه احقق لقب. او طبعا هو 25 كيلو، انت قطعت 9 ومسكوك في خفر السواحل. يرجعوني. كويس انهم رجعوك. بعدين المرحلة اللي بعدها وشو؟ بعدها حولت الى عالم الدراجات، واني اسافر على سيكل، واني الف في العالم والكرة الارضية، ادخل جينيس. كل هذا صار يدور في بالي. كانوا يقولون ميدي صعب مستحيل، انت قاعد تضيع وقتك، لكن كان عندي هدف والعزيمة والاصرار باذن الله تحقق كل شيء، والحمد لله حققت اكثر مما كانوا يتوقعون. حلو، اكثر مما كانوا يتوقعون. هل انت كنت تتوقع كذا ووقفت الان ولا بتستمر؟ بالعكس، زاد عندي الاصرار اكثر واكثر، وكل ما احقق اهداف وانجح يزود الاصرار والعزيمة والهمة، ويكون عندي اكثر جلد على اني احقق اهداف اكبر واعلى مستوى.
وش قصة 300 ريال؟ هذه تسلفتها من باكستاني اسمه صديق عشان اروح للامارات. 300 ريال 300 ريال يوميتي 30 ريال، الغداء 10 والفطور 10 على السيكل طبعا. على السيكل. طيب فطور وغدا وعشاء وين تنام؟ اذا انام عند العمال في المحطات، واذا ما لقيت عمال ارقد في الكوبري. دخلت الامارات كم اخذت يوم من 10 ايام من الدوازم الى ابو ظبي، ووصلت ابو ظبي ما معي الا 120 ريال، وارخص سكن لقيته ب 400. طيب اجي وين سكنت؟ قررت اني اعزم شباب اعشيهم وارقد عندهم. خطة. اي خطه، وعشيتهم 65 ريال وباقي معي 55 من 20، وبالنهايه ما صار. ليش ما عندهم سكن؟ لانهم مقيمين في دبي والسكن جماعي فما في امكانيه. كل واحد سرير. بالضبط. حاولت تنام تحت بعض الاسرة؟ والله اني فاوضتهم بس ما في فائده. ما نقدر نذكر كل التفاصيل، يبغى لنا 2000 سنابه. من 55 ريال بعد 48 ساعه وش صار حالك؟ تشرفت باني استضافني الشيخ محمد بن زايد. استضافك بعد ما دخلت بسيكلك على شاطئ الراحه في شاعر المليون، الله يرحمه ابو خلف، هو اللي منحني هالفرصه اني اشارك في شاعر المليون كضيف في الحلقه. بيض الله وجهك. الان ودنا نحيي احد ضيوفنا الخاصين في هذه الحلقه، وهو الدراج السعودي فهد ابراهيم اليحيى اللي شرفنا بالزياره راكبا على دراجه على سيكل. جاكم ذيبان بس سيكل دخل يا عيني. شفت انا وياك الان فتحنا الخاص، وش كاتبين الناس؟ يقول يضيع وقته. طيب احنا قلنا لكم رجال 19 مليون، انت كنت تبحث عن الماده في البدايه؟ لا والله والى الان والله ما عمري. هل يوم من الايام طلبت احد؟ قسما بجلال الله اني ما عمري طلبت الماده، اني هدفي كيف احقق ادخل موسوعه جنس واسوي رقم قياسي على مستوى العالم. يعني فعلا اثناء ما تسعى لهدفك وتخلي المال شيء ثانوي راح يجيك المال. جاك ولا ما جاك؟ هذه والله جاني وبقوه، اللهم لك الرازق الله. فيه مثل يقول لك كل شخص يستطيع فعل كل شيء يريده بتحقيق شرطين باذن الله، العزيمه والاصرار، العزيمه البدء بالشيء، والاصرار هو المداومه على الشيء والبحث عن الايجابيه. الناس يحبون التكلم بالماديات. 55 ريال امس بعد ب 24 ساعه معك ظرف كم فيه؟ 20,000 درهم. تستاهل. الله يطول عمرك. كان هذا اول تضبيط مادي لك؟ اول مبلغ شفته في حياتي، مو باني امتلكته، اول مره اشوفه. طبعا جاك المبلغ فكرت تصرفه تبعزقه ولا ايش فكرت تسوي فيه؟ لا. ايش فكرت يوم جاك المبلغ؟ فكرت اني احقق اهداف اكثر واجمل. وش الاهداف؟ اني الف العالم، اني انقل رسائل ايجابيه للعالم، انه يكون لازم الواحد عنده طموح لازم يحققه باذن الله. من هنا بدأ التحول، خلاص الحين الصحفيين عرفوك، الناس كل يدق عليك كل شيء، صح ولا لا؟ بقوه. وقبلها كان القناه الرياضيه السعوديه القناه الرياضيه السعوديه الثالثه كانوا يوعدوني عند كبر الفحص في الرياض ويزلبوني ما القاهم. تزعل؟ لا بالعكس. ليش؟ احبهم والله. ليش ما تزعل؟ لان ليش ما تزعل؟ لاني ما افكر باللي جنب الهدف، انا افكر بالهدف وفقط. يعني العقبات اللي بجنبها كلها ثانويه. ما حقدت عليهم؟ ابدا بالعكس اغليهم. الناس اللي حطموك اللي سبوك والله اني اقدرهم واعشقهم، واني مسامح كل من عارضني وكل من اساء لي. ليش مسامحهم وتحبهم؟ وش يمثلون لك هم؟ يمثلون لي التحدي الحقيقي ووقود للنجاح، لاني ارد عليهم بالفعل ما ارد بالكلام. قابلت الملك الله يطول عمره ابو فهد، قابلته وتشرفت وكرمني ودعمني، الله يطول بعمره. وسولفت معاه لين انت ما خلصت؟ اكيد. هذه خطابات وفي فيديوهات وفي صور كثير. خلينا ناخذ مقتطفات. محمد بن سلمان، الله يطول عمره، امير القصيم، امير الرياض من بعد، وامير القصيم الله يطول عمره، وسعود امير سعود بن نايف امير الشرقيه، والامير خالد الفيصل امير منطقه مكه، كثر ما بقى احد الا راح له. هل في احد براسك ودك توصل ما وصلته؟ ابدا، اللهم لك الحمد. اي شخص تبغى توصل له باذن الله. الظاهر ان عندك دنبوش، عندك شيء. لا سيطره. راسلني بالواتساب انا فلان، بالعاده ما ارد ارقام غريبه، رديت عليه كلمته، مو هو اللي تشرف، انا اللي تشرفت بمعرفتك وبلقائك. الله يطول عمرك. اضفت لي شيء كثير صراحه فهد، والله اضفت لي شيء كثير، ونتشرف اللي مثلك. تسلم. هدفك يا فهد اللي من 20 سنه وش كان؟ اني ادخل موسوعه جينيس، واني اصنع شيء خارق للعاده وما سبقني فيه ولا واحد في العالم. قبل ما اسالكم تتوقعون راح يصل له؟ راح يصل له. انت عندك خطه انك دور العالم بالسيكل باذن الله، من مكه الى مكه حول العالم، 33 دوله تقريبا. كم المسافه؟ 40,000 كيلو تقريبا. رسالتنا الاسلام دين السلام وينبذ الارهاب. بنوزع 40 مليون CD وكتيب يتحدث عن الاسلام وسماحه الاسلام في كل دوله، 1,000,000 نسخه بلغه الدوله بالانجيل باذن الله.
المتوقع خلال سنة سنتين 10 سنوات؟ لا إن شاء الله سنة تقريبا بإذن الله. أنا أراهن إن شاء الله أنك بتحقق. السنة الجاية بإذن الله زي هالوقت، إن بإذن الله السنة الجاية زي هالوقت أو بعدها بشهرين نجي نسوي معك لقاء أخ سعود ونعلن إن شاء الله نتائج الرحلة العالمية بإذن الله. بإذن الله. الحديث لا يمل. لو أقول لك أخذنا 4 ساعات من دهشين. الآن بناخذ رسائل مثل ما تعلمتها من فهد نتعلمها سوا. الله يطلع. الآن نبغى بعض الرسائل وبعض المبادئ اللي عند فهد اللي خلته إنسان مو زي أي شخص، نشوف ونستفيد. تفضل أخوي. أول شيء التوكل على الله عز وجل، ويكون عندك هدف واضح تسعى له بجد واجتهاد، ومساعدة الآخرين لوجه الله وخاصة الضعفاء. مبدأ حلو حينما يتحد العقل مع القلب. يصبح الإنسان خرافي ومذل اللي حوله حتى لو ما كانوا يعرفونه، يبهرهم بالأعمال اللي قدمها في العقل والقلب. إذا كان القلب شجاع والعقل سليم بإذن الله تصنع المستحيل. المستحيل. الآن طبعا هو شغال على تأليف كتاب جميل. وش يتكلم الكتاب هذا؟ يتحدث عن قدرات الإنسان بشكل عام والقدرة الذاتية بشكل خاص. القدرة الذاتية بشكل خاص. تقدر تصنف القدرات؟ بالضبط. الله عز وجل من على الإنسان ب3 قدرات أساسية بحياته، 2 منها مكتسبة وواحدة غير مكتسبة، القدرة العضلية والجسمانية والذاتية. العضلية والجسمانية والذاتية. العضلية المعروف العضلات تكتسبها عن طريق الوقت والمادة، تتدرب تصير أقوى من العام الماضي. الجسمانية غير. ايش معنات الجسمانية غير مكتسبة؟ ان الجسم طويل قصير ضخم عريض، هذا ما تقدر تغير، هذا خلقه من الله عز وجل. ممتاز. لكن العضلية تقدر تنميها. الثالثة والأهم اللي هي وش هي؟ القدرة الذاتية هي القوة اللي ما لها مقياس ولا معيار، أقوى قوة في الإنسان اللي هي تعتمد على العقل والقلب، قدرة نووية. في شغلة عند فهد قالها عفوية فاستشفيناها من كلامه وأفعاله، اللي هو وشو؟ سلامة الصدر. اسمع، استفاد منها على ضربين. الضرب الأول أنه راح نفسه، يا اللهم لك الحمد، وركز على هدفه. أكيد. الضرب الثاني سهلت له الوصول للأهداف. شلون سهلت لك وصولك للأهداف؟ لأن أول شيء يكون قلبك سليم وما تشاعر على أحد شيء ومرتاح البال. ما تلوم أحد، أنت تلوم نفسك. أنت تلوم مين؟ تلوم نفسك. حلو. وتعمل للأفضل وعلى أساس تنجح أكثر وتتقدم أكثر. لا تلوم الآخرين، لم نفسك تنجح. واعمل على نفسك. اعمل على نفسك. طيب سؤال يا فهد الآن جاب ذهني، هل الظروف المحيطة قل المال أو الظروف المحيطة بشكل عام هل هي عائق للشخص أنه يحقق؟ أبدا والله ما لها علاقة، لا قلة المال ولا قلة الوقت ولا حتى ضعف الجسم. إذا عندك إرادة قوية وتوكلت على الله عز وجل والله تصنع شيء خيال وتبهر مو باللي حولك، تبهر مو بالأشخاص اللي حولك، تبهر الدول اللي حولك. إي والله واسأل مجرب. يا سلام. الكلام لكم. لا تقول فلان ظهر لأن عنده مقومات أو عنده ظروف ساعدته أو عنده أموال ساعدته أو عنده علاقات ساعدته. اللي بيظهر يظهر نفسه. نعم. طيب فهد، كثرة الأهداف تشتتها هل هي تعتبر عائق للشخص؟ طبعا خطأ. لازم تحدد مسار. تحديد الهدف من أساسيات النجاح. هدفك يكون واضح ومحدد. واضح ومحدد. وش قلت؟ وتعمل عليه. تعمل عليه من أجله وتخلص العمل. لا ترتخي ولا تتوانى ولا تساوم عليه. الله أكبر. اعمل للوصول. والله خلال 4 ساعات أنا كل شيء عرفته، بس في شيء أبى أفاجئك فيه يشهد الله أنه ما يدري عليه، ما يدري عنه. تفضل. وتجاوب بصراحة. وش السبب اللي خلاك تتواصل معي وتلتقي فيني؟ مو ناقصك لا فلوس ولا شهرة ولا ناقصك شيء. والله أنا متشرف طبعا، بس صدق بعرف وش عنده. والله اني حابك من زمان، من فترة وانا احاول اني اتقابل معك او اتواصل معك، والحمد لله نجت الفرصة. والله داخل القلب. والله الشرف لي. والله يطول عمرك. انا قلت لك انك تجاوب بكل ذمة وضمير. هل الوصول الي صعب او سهل؟ لا والله سهل وزي العسل. تدري ليش؟ لانك رجال مليان. الله يطول عمرك. وعندك شيء تقدمه. الله يطول. الحديث معك لا يمل. السويعات القليلة أضفت للناس اللي يشاهدون 4 مليون، وأضفت لي الشيء الكثير. اللهم لك الحمد. مو هو كلامي، كلام أنت شفته بالخاص. يبغون اللقاء ذا ينزل في اليوتيوب، وراح ينزل في اليوتيوب إن شاء الله الآن، ويبغون سنابك. تسمح لي؟ أتشرف والله. عنده تغطيات جميلة جدا راح تكون بالسناب. أنا فهد بعترف لك 3000 متابعيني أذكياء ويعرفون أنا وش أبي بالضبط بدون ما أقول لهم. إذا نشرت الشخص مجبور أنا ولا محرج، أذكر في شخص نشرت له جاء 600 شخص، وفي شخص جاء 49,000. إن شاء الله بتكسر الرقم هذا. كل ما خلصنا اللقاء نستحدثه من جديد. سؤال
ويتبادر إلى أذهان الكثير. وش مؤهلك العلمي؟ وهل هو عائق بين هدفك؟ مؤهلك بكالوريوس الصيدلة، ولا هو عائق انك تجمع بين الدراسة وتحقيق طموحك واهدافك باذن الله. والحديث معك لا يمل. الله يطول. إلى اللقاء. امان الله.